على 3 اسباب للافكار غير المنطقيه ليه بتجيلك، وايه الحلول عشان نطرد الافكار دي. ساعات كده بيجيلك افكار سلبيه مستحيل ان هي تتحقق اصلا في الواقع. غالبا بتكون افكار مبالغ فيها جدا. المنطقيه بتبقى ناتجه عن تصورات مشوهه او ميول فكري وتحيز معرفي. 3 انواع للافكار غير العقلانيه او غير المنطقيه. اول حاجه التنبؤ، انت بتتنبأ ان في حاجه هتحصل وحشه مستقبلا مش مبنيه على وقائع وحقائق ومعلومات. الحاجه الثانيه هزيمه الذات، من افكار بقى بتقولها لنفسك انا فاشل، انا ما استحقش الموقف ده يحصل لي. والحاجه الثالثه قراءه الافكار، بتحس انك انت فاهم الموقف اللي انت فيه ده وتربطه بموقف تاني او حدث تاني. طيب ازاي اتعامل مع افكار غير العقلانيه دي او غير المنطقيه؟ قيم فعلا الفكره اللي جات لك دي، هل هي فعلا غير عقلانيه، ولا ممكن يكون فيها شكل معين من اشكال العقلانيه والمنطق فانا اعمل حسابي علشانها، ولا هي مجرد مشاعر بس وخلاص. بدل الافكار اللي هي غير واقعيه دي بافكار تانية منطقيه وواقعيه اكتر. انا بعمل قهوه الصبح واتدلقت، فانا ممكن استفيد ايه اصلا من الموقف ده؟ انت ممكن تستفيد الصبر، تاخيرك دوت اللي هو ممكن يحصل ده اصلا متدبر، ده ربنا مدبرهولك، فاكيد ده خير، مش عشان بنقول ده للقهوه خير، لا. لو جات لك الافكار ديت اللي هي غير عقلانيه او غير منطقيه، حاول بقى ما تتماداش فيها، لا اقطعها وشوف حاجه تانية تعملها. صلي ركعتين، اتمشى، قوم زور واحد صاحبك، بس المهم تقطع الافكار دي.